سيدنا الشيخ عمر، سيدنا الشيخ بشير الباني، أساتذتي وهم أولى بالمجلس مني، ولكن الامتثال خير من الأدب. طلب منا أن نجلس معكم بقدر الوقت الذي يتسع بتوفيق الله لأذان الجمعة، رجاءنا بالله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين. سبق لذهني قول الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. هذه الكلمة المباركة من كتاب الله جل وعلا كم لها من الأحكام والتشريع، وكلها من الآداب والأخلاق في دين الله وفي تشريع الإسلام. الله تعالى يخاطب العبد، يخاطب المسلمين بصورة عامة: وأوفوا بعهدي. العهد الذي أخذ على الإنسان في عالم الذر عندما قال الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هذا العهد الذي شهدنا بوحدانية الله جل وعلا، وشهدنا بعظمته وقدرته، وأنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. فمن وفى بعهد الله جل وعلا وفاء القيام بخدمة دينه، وفاء القيام بخدمة شريعته، وفاء القيام بالدعوة إليه وتبليغ الوحدانية للخلق وتعليم التوحيد للعباد، فمن أوفى بذلك وفى الله له بالفضل والكرم والجود والإحسان في الدنيا ببركة الحياة وعزتها وكرامتها، وفي الدار الآخرة بفضل الله ورحمته ودخول جنته مع المغفرة. فكانت توفي لله فيما عاهدت عليه، يوفيك الله تعالى فيما أخذ العهد على نفسه، وبما وفانا من عهده على أنبيائه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني من العهد الذي قطعه الله على نفسه بأنه من استقام على دين الله وعمل بشرع الله أدخله الجنة مع مغفرته ورحمته. فالوفاء بعهد العهد هو قيام بما أمر الله عز وجل بدينه وبشرعه. وحقيقة الوفاء إقامة السر عن رقدة الغفلات، أن لا يكون للإنسان غفلة عن الله في حياته. الإنسان في الحياة معرض في أعماله ومشاكله ومصائبه وبلاياه، معرض للغفلة والنسيان. فإن كان المؤمن يريد الوفاء لله عز وجل، فالمؤمن هو الذي لا ينسى الله عند المصائب، ولا ينساه عند المحن والفتن، بل ولا ينساه عند الشدائد، يذكره في كل آن وفي كل حين. فذكرك لله هو وفاء للعهد مع الله عز وجل، وخاصة إذا فرغت همتك
واستعدادك فرغتها في فضول الأوقات الزائدة التي زادت عن حاجتك. هذه الأوقات يجب أن لا تصرف إلا في مرضاة الله، لا تصرف إلا في طاعة الله، كالأوقات مثلا التي يذهب فيها الإنسان لقضاء عمل. هذا الطريق فاضل يعني زايد عن الحاجة التي أنت فيها، وانت رايح في طريقك وانت راجع في الطريق. هذا الوقت الفارغ اشغله بالله، لا تشتغل به عن الله، ولا تنسى فيه الله جل وعلا. كل وقت فاض عن حاجتك املأه بالله. أوقات الراحة، أوقات الطعام، أوقات النوم، أوقات الفراغ اشغلها بالله جل وعلا، لأن الإنسان ليس هو العمر الذي يمر، إنما هي الدقائق التي تمر. كل دقيقة من وقتك هو من عمرك يذهب. تذهب هذه الدقيقة من عمرك، دقيقة بعد دقيقة وساعة بعد ساعة ينظر الإنسان إلى عمره فيجد أن عمره قد ضاع وليس له فيه نصيب ولا وصل من محبة الله ولا بقرب الله. فإن كان المؤمن يريد أن يكون على كمال الوفاء مع الله عز وجل فليصرف همته بفضول الوقت الذي هو ميت ليس فيه عمل، اصرفه مع الله، اصرفه لله. إما أن تذهب فيه إلى رفيقك فتدله على الله، أو تذكر به صاحبك بالله، أو توجه به أخاك أو أمك أو أباك توجههم إلى الله. هذا الوقت الذي هو فارغ اصرفه لله. هذا الوفاء لله، أن تفي لله بالعهد، أن تدل على الله، وأن تذكر بالله، وأن توجه إلى الله. والخلق الآن كلهم بحاجة إلى من يدلهم على الله، إلى من يذكرهم بالله، بحاجة قصوى كل إنسان في الحياة إلى مذكر. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنما أنت مذكر، عليك أن تذكر الخلق لا أن تعلم. ما في آية في القرآن إنما أنت معلم، في إنما أنت مذكر. والفرق في ذلك أن المعلم يظهر بمظهر التعليم، إذا المستمع هو متعلم أقل من المعلم، لكن التذكير أن تراه مثلك، هو حافظ فهمان لكنه نسيان، فتذكره لأنه ناسي لا لأنك معلم أفضل منه. هذا المراد، فذكر إنما أنت مذكر. فإذا كان الإنسان صاحب وفاء يصرف أوقاته في توجيه الخلق إلى الله وفي دلالة العباد على الله. وكم الناس الآن كم هم في إعراض عن شرع الله، عن دين الله، كم هم في إعراض عن كتاب الله، ما عرفوا إلا صلاة الركعتين مع الغفل، وبعد ذلك اعتبر نفسه مؤمن. أما فهم القرآن، أما علوم القرآن، أما الرباط الروحي برسول الله اتباعا لسنته واقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد فقد أكثر المجتمع، فقدوا هذه الحالة. والسبب إعراض الأمة عن العلماء، عن الفقهاء. لذلك لا بد لنا من التذكرة،
أن نقوم في مجتمعنا مذكرين موجهين معلمين أينما كنت. ممكن الإنسان أن يقول أنا ما بيطلع بإيدي، أنا ما بعرف. ممكن الإنسان أن يقول أنا ما بعرف، ماني متعلم. فنقول لك لا بد لك أولا أن تتعلم ثم تقوم فتعلم. فأولا تعلم ثم قم فعلم. ولا بد لك عند التعليم، لا بد لك أن تكون مواصلا ملازما لازم وواصل التعليم. عندها تصبح معلما فتعلم. وابدأ كما بين القرآن كلام الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. تبدأ بأخيك، بابنك، بأختك، بأمك، هذول الأقربين علمهم. مثل ما بيقولوا اتمرن بهم، اتمرن بتوجيههم. فإذا دللتهم وذكرتهم مرات صار عندك طبيعة في التعليم. عندها تقوم فتعلم الغير ولا تخشى من أحد. فإن من يعلم لله ويوجه لله فلا يخاف في الوجود إلا الله. فالله وحده هو المعين للإنسان. فلذلك أوفوا بعهد الله عز وجل. إذا وفيت بعهد الله أولا احفظ السر الذي أكرمك الله به، هو أن دلك على محبته، دلك على وحدانيته، وجهك إلى كلمة لا إله إلا الله بفضله وكرمه، لا بجدك ولا باستعدادك ولا بعلمك ولا بفقهك، إنما بفضل الله وحده. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. الله هو الهادي، فالذي أعطاك سر المعرفة سر التوحيد هو الله. فكن وفيا معه بأن تتصف بحفظ حدود شريعته. الاتصاف بحفظ حدود الشريعة، أن تكون مع شرع الله بنطقك ولفظك وأخلاقك وعملك وأدبك واستقامتك، أن تكون محافظا لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا وفاء مع الله. إذا علمك التوحيد فقم فعلم، إذا ذكرك بحب فقم فذكر بحبه. فعهد الله عز وجل أن أوفوا بعهدي الذي قبلتم به يوم الميثاق، يوم أن قال ألست بربكم أوف بعهدكم الذي ضمنت لكم به يوم التلاق. يوم التلاق لله عز وجل الله تعالى عهد لك أنك إذا كنت على كلمة التوحيد فأنت من أهل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ما قالها وترك شرع الله، ما قالها وأهمل قوانين الإسلام. هكذا يظن البعض أنه إذا قال لا إله إلا الله لو ترك الصلاة لو أفطر في رمضان صار من أهل الجنة. نقول لك يا كلمة لا إله إلا الله هي إناء يحمل أنوار الله. فهذا الإناء إذا ما ملأته بطاعة الله يبقى إناء فارغ حتى تلقى الله بإناء ممتلئ. فلا بد من أداء ما كلفك الله به وافترضه عليك. أوفوا بعهدي. هذا الوفاء بعهد الله أن لا تؤثر على الله غيره. أوفوا بعهدي أن لا تؤثروا علي غيري. لا تحب محبوب أكثر من محبة الله. لا تمل إلى مخلوق دون الله. اجعل حبك لله، تقربك إلى الله، عشقك لله
توجهك إلى الله، فأوفوا بعهدي أن لا تؤثروا علي غيري، أوف بعهدكم أن لا أمنع عنكم لطفي وخيري. فما دمت مع الله ولا تؤثر عليه غيره فأنت عند الله من أهل الكرامة، أنت عند الله من أهل الفضل، من أهل الجود والإحسان. إذا أحببت الله فلا تحب معه غيره. وحب الله هو الحب كما بيّن في درس سابق، هو الحب الذي يسكن القلب، والقلب لله وحده، وكل محبوب من خارج القلب. القلب لله وحده لا يسكن فيه إلا الله، ولا يدخل فيه إلا نور الله، وكل محبوب ما سواه من خارج القلب. تحب الأعمال والأموال والأولاد والأهل، وهذا حب خارج القلب. وكل ما دلت على الله فهو من محبة الله، كل ما دلت على الله هو من محبة الله. حبك لرسول الله حب لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. حبك لأهل الله لأولياء الله حب لله، لأنهم يدلوك على الله ويقربوك إليه. فإذا الحب لله هو الأصل. فإذا أحببت الله عز وجل سهلت عليك الطاعات، وتلذذت بالعبادات، وقمت بما تخدم دين الله بلذة. والحب أحبابي لا يأتي للإنسان بمجرد الأماني، يحتاج إلى بذل وإلى توفيق إلهي. فإذا كتب الله لك التوفيق بمحبة الله بمحبة رسول الله، اعتبر وتيقن أن الله عز وجل يسر لك الأمور وقضى لك الحوائج وهون عليك كل عسير، وجعلك في الحياة إنسانا مكرما معززا، لأنك تقربت إلى الله وأحببت الله. فهذا من محبة الله عز وجل. فإذا وفيت في القيام بخدمة دين الله أوفوا بعهدي، وفي بالقيام بخدمة دين الله. إذا وفيت بذلك وفى الله عليك بالمنة بأن يقبل منك الطاعة. فأنت كنت بخدمة دين الله والله يقبل منك ما قدمت. لذلك الإيمان هو وفاء. هناك الوفاء على أقسام، في وفاء مع الله، في وفاء مع رسول الله، في وفاء مع المعلم، مع المرشد، مع المبلغ. وفاء. ومن رأيت عنده الوفاء فاعلم أنه عند الله من أهل الكرامة. أما من ترك الوفاء ولم يعترف بالوفاء فلا تلتفت إليه ولو تربع بالهوى. اعلم أنه على خطأ وأنه على غير صواب. الوفاء هو شرط الإيمان. صلى الله على معلم الناس الخير، كيف وجه الخلق إلى الوفاء، كيف يكون أوفياء، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا مع جميع الخلق. الوفاء صفة ليست هي جديدة في الإسلام، الوفاء كان قبل الإسلام. كل الأديان اعتبرت الوفاء لمن أحسن ولمن أكرم، حتى لمن قال لك السلام عليكم. ولو كانت كلمة السلام وجب عليك أن توفي له، فإن أضعت وفاءك معه فقد أضعت الإيمان وأضعت كرامتك عند الله تعالى. الوفاء أن تؤدي لمن أحسن إليك أن تقابله بإحسان مثله. هل جزاء الإحسان إلا النكران؟ الآن شلون الناس؟ هل جزاء الإحسان إلا النكران ولا إلا الإحسان؟ يعطيك السعادة والحياة، لكنه ليس بأهل وفاء
وليس من أهل كرامة وليس من أهل عطاء أن يقابل الإحسان بإحسان، أن يقابل الوفاء بوفاء. سبحان الله، لو رجع الإنسان لبعض أولياء الله رضي الله عنهم قال إن في الكلب 10 خصال من اتصف بها كان من كمل أولياء الله. 10 خصال من اتصف بها كان من كمل أولياء الله. هي وين موجودة؟ قال في الكلب: إذا أحسنت إليه مرة خدمك كل عمره، يقف على بابك على العتبة بتم واقف كل حياته يفديك بحياته. إذا أصابك سوء ألقى بنفسه في الهلاك لينقذك. هذا بلقمة أكلها ممكن تكون شعفة عظمة رح يشتل إياها. لا ينسى هذا الوفاء، وهو من أخلاقه أنه يحيي الليل، وإحياء الليل صفة من صفات أولياء الله، وأنه يصبر، والصبر صفة من صفات أهل الكمال، وأنه يرضى وإن نهرته. إذا أحسنت إليه ثم نهرته أو ضربته لا يفارقك، يبقى لا يتأثر ولو كان أنت أسأت له، يذكر المعروف ولا ينساه. فكيف الكلب بلقمة لا ينسى الفضل مهما عاش؟ وإذا كان إنسان ينسى المعروف ولو كان ملأت له جيبه مالا، ولو ملأت بطنه، ينسى المعروف بكلمة. فأين الوفاء الذي قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم، اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وضمان النبي ضمان مؤكد، ضمان النبي لا شك فيه ولا شبهة، ضمان النبي يقيني. يقول لك: اضمنوا لي، يعني أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الأحباب، اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، اصدقوا إذا حدثتم. وليس الصدق يا إخواني، لا تظن أن الصدق كما يقول أهل الجهل: قل أخي أنا بحكي هيك، أنا ما بعرف غير هيك، أنا ما بعرف هيك وهيك، أنا أعور بعينه. بنقول لك أنت الأعور وأنت الجاهل لأنك مالك عرفان. ما هذا يعني؟ هذا يقال له: ويل لكل همزة لمزة. هذا لماز الذي يعيب الناس في وجهه ويذكر العيوب في الوجه، هذا لماز. والذي يذكر العيوب في الخلق هذا هماز ولماز. ويل لكل همزة لمزة. لا تذكر العيب بوجهه، إنما يجب عليك أن تخلو به وأن تكون معه متلطفا بالحكمة، بالموعظة، باللطف، حتى تنصحه. أما أنا بهيك بحكي هذا خطأ. هذا بيظن الناس إنه هذا على صواب وهذا حر. أخي بحكي هيك دغري، لا، هذا جهل بدين الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قابل أحدا بما يكره، صح؟ ما قابل أحدا بما يكره، إنما كان يخلو بمن رأى منه السوء فيذكر وينصح صلى الله عليه وسلم. اصدقوا. الحديث الصادق أن تقول الحق، والحق يقال في مكان، ومكان لا يقال فيه. مكان يقال فيه عندما تكون في خلوة مع من تقول به له الحق، تأخذ بيد المخطئ وتخلو به وتذكره بالحكمة، باللطف، بالموعظة الحسنة. أما أن تقول بين الناس فالكلام بين الناس فضيحة وليس بنصيحة. أما من أراد أن يصدق في نصحه فليخلو مع من
أخطأ، ثم تذكر، فإن كان له حجة ولك حجة، فمن أفلجت حجته الآخر فلينقد لها. أما أن يأتي الإنسان ويتكلم ويريد أن يكون كلامه هو النافذ لا كلام الآخر، فهذا لا يريد نصحا ولا يريد هداية، إنما يريد فضيحة وتنقيصا، وخاصة إذا كان مع من أحسن إليه، إذا كان مع من جعل الله فضل الخير على يديه، فهذا لا يرد. اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم. الوعد، هناك وعد بالعمل، إذا كان في عمل ووعدته كإنسان في مصلحة، وعد أن تنتهي المصلحة في يوم كذا في ساعة كذا، فهذا الوعد وجب عليك وجوبا أن تحققه في الساعة التي قطعتها، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل ويل للصناع من غد وبعد غد. ويل للصناع من غد وبعد غد. بيقول له بكرة، بيجي بكرة بيقول له والله ما قطعت الكهرباء، بكرة بيجي ثاني يوم بيقول له والله الانجير ما اجى، الصانع اليوم ما اجى، تمام بكرة، فهذا ويل له. فدائما إذا أردت أن تعب فاعطي وقت للوفاء لئلا تقع في مخالفة، فبخالف يرتكب خطيئتين: كذب وإخلاف بالوعد. فلذلك اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم. عند الوعد وفاء من غير خلف، وإلا فاسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العدة دين، العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. 3 مرات النبي كررها، فهذه كثير الصناع يقعون في مثل هذه المصيبة. ثم الوعد الثاني: أو إذا وعدتم، ممكن أن تعد إنسان أن تأتيه في ساعة محددة، أن تأتيه في الساعة مثلا الثانية، في الثانية يجب أن يكون الثانية إلا دقيقة على الباب واقف، هكذا يجب. والآن نسأل الله العفو والعافية لي ولكم على هذا الحال. أكثر من يعد لا يفي بالوعد، يأتي بعض الوقت، لو أتيت بعد الوقت ولو بدقيقتين أنت مخلف للوعد، مخلف للوعد. والإخلاف في الوعد يساوي ربع النفاق. 25% منافق، 25% نفاق إذا أخلف وعده. فإذا أتى بعد دقيقتين، المفروض دائما تحسب حساب الطريق، حساب الازدحام، حساب حصل معك حال تجي قبل دقيقتين 3 5، وبيصل قبل 5 دقائق بتم واقف برا حتى إذا صار الوقت بيضرب الباب. هذا الوفاء، هذا الوفاء. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل النبوة نزل إلى السوق، فبايع رجلا يقال له عبد الله بن الحمساء، بايعه وبقي للنبي بقي عليه الصلاة والسلام، فوعده أن يأتيه في اليوم الثاني. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ووقف في السوق ينتظر الوعد، وإذا بعبد الله بن الحمساء نسي. بعد 3 أيام أتى إلى السوق وإذا بالنبي واقف عليه الصلاة والسلام، فقال النبي له: يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ 3 أنتظر. 6 أيام واقف النبي في السوق ينتظر الوعد، هذا قبل الإسلام
قبل الإسلام النبي واقف عم ينتظر الوعد